تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم واضح وصريح. فاليوم كما وعدناكم إن شاء الله في موعدنا نواصل إن شاء الله في نفس الحلقة، حلقة رقم 2. موضوعنا اليوم، حلقة اليوم نتناول فيها أهم النصوص الذين يستدل به الأخوة النصارى، يستدل به على ألوهية المسيح عليه السلام. كما إن الأناجيل لا تساعد رغم ما فيها من التحريف وما أصابها ما أصاب إلى سبحانه إلى الآن، وحتى الأناجيل نفسها ما تساعد حتى يستدل بها إلى ألوهية المسيح عليه السلام، بغض النظر عن أنه هو البشر والعقل والنقل ما يقبله عشان يقول للشخص أنه إله أو صار متجسد أو سبحان الله سكن في بطن امرأة، يعني سبحان الله مصطفاها الله سبحانه وتعالى وسكن في بطنها ثم صار إلى هذا العقل لا يقبله. ولكن فضلا عن العقل، الكتاب الذي يحتملون إليه ويستدلون به ما يساعد حتى يستدل به أن يعطوا المسيح عليه السلام منزلة غير المنزلة التي الله سبحانه وتعالى وضعه إياها. فأول نص يستدل به الأخوة النصارى هو أنا والآب واحد، يعني أنا الآب واحد، سوف نأخذ لها إن شاء الله أنا هو الحق والطريق والحياة، وهكذا يقطعها. والكتاب المقدس مثل ما قلنا أي شخص يأتينا ويعطينا دليل، إذا قال أنا، يعني مثلا أنا اسمي إدريس، إذا شخص ناداني وقال لي إد، لا أستطيع أن أقبل عليه. ليش؟ لأن اسمي إدريس لابد أن يكملها، يقول لي إدريس. فالنص هو يقول أنا هو الحق والطريق والحياة، وهكذا لا تنتهي. عندنا في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، هذه فقط آية. الحمد إذا قلت لا تكتمل الآية. الحاء طيب لابد أن نكملها حتى تعطي المعنى. فالإصحاح هنا في الكتاب المقدس يقول أنا هو الآب، أنا يعني يقول أنا هو الحق والطريق والحياة، هكذا يقطعوها حتى يستدل بها الدليل. لا، الكتاب المقدس هو يكمل بعد الآية إذا كملتها أو النص إذا كملتهم أنا هو الحق والطريق والحياة، لا أحد يأتي إلى أبي إلا عن طريقي. هكذا هي إصحاح، يعني سبحان الله، هي قل يعني آية واحدة. إذا أنتم تقول آية مثلا هي آية واحدة، أنا هو الحق والطريق والحياة، هكذا يقطعها. لا، إذا أنا شخص سألني عبد القادر اسمه مثلا، شخص اسمه عبد القادر عبد، إذا قلت لا كمل الاسم. فالإصحاح أنا هو الآب والحق، أنا هو الطريق والحياة، أنا هو الحق والطريق والحياة، ولا أحد يأتي إلى أبي إلا بي، هكذا هي تنتهي. الجملة أعطيناها حقها ومستحقها بهذه الطريقة. نواصل. ما معنى أنا هو الحق والطريق والحياة ولا أحد يأتي بي إلى أبي إلا عن طريقتي؟ هل المسلمون يؤمنون بهذا النص؟ المسيح هو حق؟ نعم، كل مسلم إن لم يؤمن بالمسيح عليه السلام هو حق يعني هو يعتبر خارج الإسلام، لأنه عندنا قاعدة في القرآن، عندنا آية في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا المسيح هو حق، طبعا هو حق، هو نبي حق، غير إن سبحان الله اليهود لا يؤمنون به، ولكن نحن كمسلمون نقر بأن المسيح عليه السلام هو حق. أنا هو الحق والطريق، المسيح هو طريق، طبعا المسلمون كلهم يؤمنون بأن المسيح عليه السلام طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكل الأنبياء الذي بني إسرائيل بعث إليهم أنبياء هم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، أو
ولقد بعثنا في كل قرية رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم يدعون إلى دين التوحيد سبحانه وتعالى. إذا المسيح هو حق، المسلمون يؤمنون بالمسيح هو حق. المسيح هو الطريق، المسلمون يؤمنون هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في عهده، وقبله كان موسى عليه السلام هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا اتفقنا أن المسيح هو الحق، هو نبي حق صحيح، وكانوا مسيح الدجال يقول حتى في الكتاب المقدس يقول في مسيحيين كثيرين كثيرين سيدعون مسيحيين فيجتنبوهم هؤلاء كذبة، وأنبياء كذبة كثيرين يقومون من بعد المسيح وقبل المسيح، كما ادعى بولس قال أنا نبي وإلى آخر هذه الأشياء. إذا المسيح هو حق، نؤمن أنه هو حق. المسيح هو الطريق، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دين الله. إذا هو طريق، والسبيل هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. أنا هو الحق والطريق والحياة. حين يقول لا تستدل بها إلوهية المسيح وتقطع الآية وتقطع يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تكونوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها، المهم الآية لابد أن تكملها بمعناها. إذا أنت سبحان الله كيف يحق لك أن تقطع الكتاب المقدس الذي تؤمن به وتأخذ آية قبل أن تكمل الآية نص وتقطعه بهذه الطريقة؟ إذا نرجع، المسيح هو حق والطريق والحياة. إذا ما هي الحياة؟ طبعا سوف تجد الحياة إذا آمنت بالمسيح عليه السلام كما قال هو، ليس كما قالت الكنائس، عفوا، حقيقة هي. المسيح عليه السلام يقول في الكتاب المقدس، وهذه في يوحنا 17 العدد 3، وهذه هي الحياة الأبدية. والآن أنا أقول لك الحياة، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. إذا أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا تعني لا إله إلا الله، المسيح عيسى رسول الله. هذا الذي نؤمن به كمسلمون، كما قال في القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتقون. وفي الكتاب المقدس يقول في متى يقول إني لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، إني لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إذا نفس هو الذي يقولون. من أين أتيت بها أن تقول هو سبحان الله أن تجعل مرتبة الإله؟ إذا أنا هو المسيح، أنا هو الحق، حقيقة أنه هو الحق، والطريق هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى كما قال هو بنفسه. والحياة إذا آمنوا بالمسيح عليه السلام في عهده سوف يجدون حياة أبدية. وهناك يدعون كثيرين يعبدون آلهة مختلفة، إذا آمنوا بالمسيح عليه السلام يتبعون الطريقة التي بعثه الله إليها. والعمل الذي كلفتني به يا ربي أنا أكملته، يقول في المسيح عليه السلام. والعمل هي عمل الرسل الذي بعث من أجلها الأنبياء كلهم، أن يوحدوا، أن يعبدوا، أن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا قال له يسوع أنا هو الحق والطريق والحياة، من قول التي يستدل بها المسيحيون كما قلت لكم، يستدل بها على ألوهية المسيح ابن مريم عليه السلام في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 6. وهذه هي يقول قال له يسوع أنا هو الحق. طبعا نحن نؤمن كمسلمون المسيح هو حق، أنا هو الحق والطريق. نعم هو نؤمن نحن كمسلمون المسيح هو الطريق والحياة. المسيح طبعا في عهده وكان الحياة. إذا آمنوا بالمسيح عليه السلام سوف ينالون الحياة الأبدية وهي الجنة. والحياة ليس أحد يأتي بي إلا إلى أبي إلا بي. طيب إذا ما لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام لا يستطيعون أن يأتوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاعتقاد الذي نحن نؤمن به كمسلمون، هذا هو الذي نحن نؤمن به. لم نقطع الآية كما تقطعونها وتقول المسيح عليه السلام أنا هو الحق، أنا هو الحق والطريق والحياة، قال هكذا هو إله. لا، كمل الآية، كمل الآية. يقول أنا هو الحق والطريق والحياة، لا أحد يأتي إلى أبي إلا عن طريقتي. والإلا اللام لام الاستثناء، إلا عن طريقتي. إذا آمنوا بالمسيح عليه السلام سوف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى الله حين يصلوا هي الغاية أن يرثوا الفردوس الأعلى كما وعد المسيح عليه السلام في عهدهم الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى. إذن في العهد القديم في سفر صموئيل نفس الطريقة. إذا نحن أخذنا الآن أي نصراني حين تسمع من قس يقول لك المسيح قال أنا هو الحق والطريق والحياة وقطع لك، لا، قل له اكمل وأعطيه المثال بنفسك. إذا كان اسمك مثلا فيليمون، قل في، إذا قال اكمل اسمي هي فيليمون. إذا كان اسمك داويد أو داوود، لو قال لك لا كمل اسمي هي داوود. هكذا يقطعون النصوص سبحان الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونصوا حظا بما ذكروا به. هذا الذي إلى الآن يحرفونه، إن لم يحرفونه بالنص يحرفونه بالقول سبحان الله. فبد أن تكمل حتى تستدل به، لأن كما
عندنا في القرآن الكريم، القرآن الكريم يترجم يعني يفسر بعضه البعض، فالكتاب المقدس أيضا يفسر بعضه البعض كما يقول العلماء اللاهوت. إذا النصوص تفسر بعضها البعض. حين يقطعه ويقول لك أنا هو الحق والطريق والحياة، لا، أكمل يا أخي أكمل. أنا هو الحق والطريق والحياة، لا أحد يأتي إلى أبي إلا عن طريقتي، هذا هو إلى أبي. والطريق لابد أن يوصلك إلى مكان. حين يقول لك خلاص أنا هو الحق والطريق ويقطع، لا 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 تعمي بصرك أخي العزيز. ليس القس الذي يسأل من أجلك، أنت الذي تسأل تقف أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا هو يقول، قال له يسوع أنا هو الحق والطريق والحياة، لا أحد يأتي إلى أبي إلا عن طريقتي. نعم، إن آمنوا بالمسيح عليه السلام يأتون إلى الله سبحانه وتعالى. ما أصابه من التحريف، ولكن رغم كل ما أصابه هذا النص، حتى لو استدلتم به إلى ألوهية المسيح فالنص لا يساعد. هذا من أكبر الدليل الذي يستدل به النصارى إلى ألوهية المسيح، يقطعونه قطعا، فالله المستعان. إذا مثال آخر، إذا أخذنا عفوا لم نعرض في الشاشة كل جهزناه، لكن إدارة التلفزيون لم تقبله، لأنه بعد البنود نبوذ مخالفة للقوانين، قد تكون فيها ألوان غير تظهر في الشاشة إلى آخر هذه الأشياء. فإن شاء الله المرة القادمة سوف نظهر لكم الحاجات كلها حتى يكون الأمور منظم كما وعدناكم. بارك الله فيكم. نواصل في صموئيل الأول الإصحاح 7 إلى عدد 8. نفس الطريقة في العهد القديم المسيح، يعني الله سبحانه وتعالى يقول حين رفض بنو إسرائيل أن يطيعوا النبي صموئيل، إيش قال لهم؟ بني إسرائيل حين بعث الله إليهم الله سبحانه وتعالى نبيا رفضوا أن يقبلوه، فإيش قال؟ قال لهم اذهب إليهم. فقال الرب لصموئيل لأنهم لم يرفضوك، رفضوه لصموئيل، حين أتاهم رفضوه. فالله سبحانه وتعالى يخاطبه حسب كتابكم في صموئيل الإصحاح 8 العدد 7. قال له الرب لصموئيل إنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. هل نعطي لصموئيل نعطيه إلوهية كما تدعون أنتم؟ الله سبحانه وتعالى يقول لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا، لأن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إيش هو المعنى؟ المعنى أن صموئيل هو مرسل إلى بني إسرائيل، إذا حين بعث إليهم رفضوه، فحين رفضوه الله سبحانه وتعالى يخاطبهم لم يرفضوك أنت، رفضونا أنا. لم يرفض الله سبحانه وتعالى من السماء، هو الله سبحانه وتعالى ينزل إليهم فيرفضوهم، ولكن الرسالة التي كانت مرسل إليهم من الله سبحانه وتعالى عن طريق صموئيل، حين رفضوا صموئيل رفضوا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القصد. لم يتجسد الله سبحانه وتعالى كما تتلاعبون به، وأسأل الله إن شاء الله أن يجمعنا في نور الإسلام. إياي رفضوا، ففرضنا بني إسرائيل سبحان الله رفضوا صموئيل، فهذا لا يعني أنهم خلاص رفضوا صموئيل هو صار إله، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم نبي صموئيل. حين رفضوهم رفضوا رسالة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى. في متى الإصحاح 7 العدد 21 أو عكس له، لأنه الآيات في الكتاب المقدس بالعربي وبالإنجليزي عشان تختلف. فمتى في الإصحاح 21 العدد، متى الإصحاح 7 العدد 21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. المسيح عليه السلام يقول، وهذه هي نحن الذين نقولها، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، حين قال لهم سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت أنت الرقيب عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني. نفس الآية هذه موجودة سبحان الله في الكتاب المقدس في متى الإصحاح 7 العدد 21 22 إلى 23. إذا نزلت فيه إيش يقول؟ ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. لماذا تقول المسيح عليه السلام أنت يا رب يا أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لماذا تقول المسيح يا رب؟ مع أن ربي هي تعني ربي تفسيره الذي هو يا معلم كما قالت مريم المجدلية في متى. إذا هنا يقول ليس كل من يقول لي يا رب يدخل ملكوت السماوات. إيش طيب؟ بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات، هذا هو الذي نحن نؤمن به. والمسيح عليه السلام يقول ليس كل من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وفي سبحان الله، وإذا واصلت في الإصحاح وكثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب أليس باسمك تنبأنا، أليس باسمك أخرجنا الشياطين، وأليس باسمك صنعنا قوات وعجائب كثيرة. سبحان الله، كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم، يقول هو المسيح عليه السلام في ذلك اليوم كثيرين سيقولون لي يا رب أليس باسمك تنبأنا، أليس باسمك أخرجنا الشياطين، أليس باسمك صنعنا قوات وعجائب كثيرة. حينئذ انظر إلى جواب المسيح حين تقول له في هذاك الوقت، حينئذ يقول المسيح عليه السلام اصرخ
وأقول لهم اذهبوا عني يا فاعل الإثم لا أعرفكم قط. أتريد أن يقول لك المسيح عليه السلام يوم القيامة لا أعرفكم قط؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو اللي يتبرأ منك. وفي نفس الكتاب المقدس يقول لك لا أعرفهم قط. أترضى أن يقول لك المسيح عليه السلام يوم القيامة وأنت تقول له أليس باسمك أخرجنا الشياطين وعملنا عجائب كثيرة وصنعنا قوات كثيرة يا رب يا رب، تقول يوم القيامة فيقول لك اذهب عني يا فاعل الإثم لا أعرفكم قط. فهذا الذي ينتظرك. أترضى أن يكون هذا مصيرك؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سبحان الله، ولا يكون لك فيها مقام. الله المستعان، الله المستعان. طيب، كان النص يدل على أن المسيح عليه السلام هو الطريق والحياة، الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى كما هو بنفسه قال في وأيضا في متى 10:11 فإن هذا هو الذي كتب عنه أن بني إسرائيل، يتكلم إن الذي كتب عنه بني إسرائيل إمام وجه الكلام الذي يهيئ طريقي، يهيئ طريق، أي طريق؟ الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالكتاب المقدس هو بنفسه يقول المسيح هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. والمسيح حين عرفنا أن تجد الحياة الأبدية قال هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. الذي يعرفنا أخي العزيز هو المسيح، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وهذا لله سبحانه وتعالى. والمسيح الذي أرسلته، وهذه سبحان الله بعينها تعني لا إله إلا الله المسيح عيسى رسول الله، هذه هي، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. أخي العزيز، إذا تريد أن تلبس نظارة سوداء والحق إمامك أفلج وأبين فلك الخيار، سبحان الله. وهو المسيح عليه السلام يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. ألا تتوقف في كلمة الحقيقي؟ ألا تلفت نظرك؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ألا تعني هذه لا إله إلا الله المسيح عيسى رسول الله؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم. ف طيب، فالآن إذا نظرنا كل ما قاله المسيح عليه السلام هو يدل على أن المسيح عليه السلام ليس بإله، وهو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نفس الذي قالها ورسولا إلى بني إسرائيل في القرآن الكريم عندنا، وفي الكتاب المقدس لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فهل أنت من بني إسرائيل يا أخي؟ إن لم تكن من بني إسرائيل فالمسيح لم يرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة بنص الكتاب المقدس في متى. أنا لم أستدل لك بالقرآن الكريم لأنك أنت لا تؤمن بالقرآن الكريم، مع أنه هو يعني مهيمن على الكتب التي كانت قبله، ولكن كتابك الذي يقول لك ولم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فمن أين أتيت حتى تكون إلى خراف بيت إسرائيل الضالة؟ المسيح عليه السلام حتى حين كان يرسل إلى الرسل اذهبوا إلى انطاقيا واذهبوا إلى المدينة التي أمركم بها ولا تدخلوا إلى عمون ولا تدخلوا إلى قوم كذا وكذا، كان يقول لهم، لأنه هو كان مرسل إلى فئة معينة. فكيف يحق لك أن تكون سبحان الله أن تضحي بإيمانك؟ لأنه لا تستطيع أن ترجع إلى الدنيا وتراجع حياتك كلها. أنا فضلا عن لم أقل لك أن المسيح عليه السلام كيف يصير إله. الرجل الذي كانت تأكله مريم العذراء وتشربه وتأخذه إلى الحمام وتغسله أكرمكم الله، أنا لم أقول لك هذه الأشياء، ولكن تركت لعقلك حتى يحاور نفسه بنفسه وتستنبط هذه الأمور. أخي العزيز، أختي الفاضلة، الموضوع ليس هين. أخي العزيز، سبحان الله، كم لك من الثقافة وكم وصلت في الدراسة، ألا يخفى عليك هذا الشيء البسيط؟ فانتبه، والله العظيم الموضوع ليس موضوع سهل، لأنه تخاطر بحياتك، لأنه مرتبط بالحياة الأبدية كما قال المسيح عليه السلام. وهذه هي الحياة الأبدية. أليس الحياة الأبدية هي الجنة الفردوس الأعلى؟ طبعا. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فأخوتي الكرام، الحق حقه مهما كان، ففتش الكتاب واقرأ بالتمعن. الكتاب المقدس إذا قرأته بالمعنى وبالحرف وبالتمعن بنفسك، بتستعين بنفسك مش تستعين بالقس. القس له دور وله مهمة يسعى لها. اقرأ بنفسك، أنت عاقل. حين يعطيك الأستاذ الامتحان تحله بنفسك، لا يحل لك الامتحان ولا تذهب إلى أستاذ. فأنت قد كلفت بمهمة شديد، والمهمة هي أن تعتني بنفسك، أن تعرف الحق. وفي الكتاب المقدس يقول وكتعرفون الحق
والحق يحرركم. إذا الحق ما دام يحرر، حرر نفسك بنفسك أخي العزيز. الموضوع والله ليس سهل، الموضوع ليس سهل. مهما خسرت من خسارة الدنيا فتعوضها بأمور أخرى. إذا خسرت الزوجة تأتي زوجة أخرى، إذا لا قدر الله إذا خسرت الابن قد يأتي ابن آخر. لكن لو خسرت آخرتك لا يوجد رجوع. سبحان الله، وإنهم إليها لا يرجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا لا يوجد رجوع في الدنيا حتى ترجع وتقول يعني تجدد الأمور. إيه والله الحق العمر. إيه. فالعلاقة، نحن لو أخذنا الكتاب المقدس هل يساعد أن يقول أن المسيح عليه السلام العلاقة بين المسيح عليه السلام وبين الله سبحانه وتعالى؟ إذا في الكتاب المقدس والتفت يسوع فرآها بعينيه فقال لها ماذا تريدين؟ ربي. قالت له هذه مريم المجدلية، فقال ربي الذي تفسيره يا معلم. إذا كنت مقرور في الكتاب المقدس يعطوك أن ربنا تعني الله سبحانه وتعالى، غلط كثير أرباب ربي هذا لا تعني الله سبحانه وتعالى. ربي تفسيره يا معلم تعني. وهذا في إنجيل في إنجيل في متى حين كان يكلمها لمريم المجدلية متى 28 فالتفت إليها يسوع وقال لها ماذا تريدين؟ قالت ربي الذي تفسيره يا معلم. فهو معلم فقط ليس أكثر من هذا. وسبحان الله وكثيرين نطق بهذا، وإني جاعلك إلها إلى فرعون. فهل لموسى حين أرسله إلى فرعون فاذهب إلى فرعون وإني جاعلك إلها إلى فرعون واجعل أخوك هارون نبيا لك. فقال له فهل صار موسى عليه السلام إله؟ فهل ألهت لموسى عليه السلام؟ لم تؤلهه. ليش؟ لأن تأخذه كما أنت تريد. وهل تعني أمانيئيل تعني الله؟ إذا كانت بالعبر تعني الله الذي ساكن معنا، فإسماعيل أيضا تعني الله الذي يسمع وساكن معنا في الأرض. فهل تستطيع أن تؤله إسماعيل عليه السلام؟ فإسرائيل الذي يسير الله الذي يسير الأمور وهو في الأرض. فهل تستطيع أن تقول لإسرائيل هو الله سبحانه وتعالى؟ الأسماء لا تعطي الربوبية ولا تعطي لله سبحانه وتعالى. مثلا عندنا عبد الواسع، فإذا نادى شخص وقال له واسع، أو عندنا عبد العزيز إذا قال عزيز، فهل نعطيه ألوهية؟ لا نعطيه ألوهية. المفروض يقول عبد العزيز أو عبد الواسع. وإذا غلط وقال واسع أو عزيز فهذه هو كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا هي غلط في مناداه، لكن لا تعني أن نعطي الشخص ألوهية لأنه قطع الاسم. فإذا مخلص هي ليس مخلص من الخطايا، بل الخطايا هي التي سبحان الله في الكتاب المقدس يقول في حزقيال الإصحاح 18 العدد 21 إلى 22 يقول وكل ابن آدم الذي يعمل خطيئته هو الذي يموت بخطيئته، شر الشرير يرجع إليه وبر البار يرجع إليه. انتهى الموضوع. شر الشرير يرجع إليه وبر البار يرجع إليه. إذا عملت صح تجده من الله، وإذا عملت غلط تجده تحاسب منه من الله. لا تقول إن المسيح عليه السلام مات من أجلنا والخطيئة آدم الذي نحن توارثناها. طيب أنا سؤال منطقي وسؤال يعني جريء فعلا وواضح. من الذي إذا تقول إذا القس هو لا يوجد في الكتاب المقدس، ولكن القساوسة الذي يقولون المسيح مات من أجلك، يقول لك طيب من أجله مات؟ من الذي مات من أجل قبل المسيح الأمم التي ماتت بذنوبها، هل سوف تكون مصيرها جهنم؟ لأنه لا يوجد المسيح في هذاك الوقت حتى يموتهم. كيف حيكون مصيرهم؟ حيكون مصيرهم جهنم. إذا الله سبحانه وتعالى لم يكن عادل في هذه الطريقة إذا كان يأخذهم إلى جهنم، لأنه لم يلحقوا بعهد المسيح عليه السلام، لأنه قرون كثيرة ماتت قبل المسيح عليه السلام. إيش حيكون مصيرهم؟ إذا لابد أن تشغل العقل يا أخي العزيز، أختي الفاضلة، لا تضحي بحياتك، لأن الموضوع موضوع غير سهل، موضوع حساس شديد جدا متعلق به حياتك. وفي الكتاب المقدس أيضا سبحان الله نفس الطريقة حين قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في القرآن الكريم قال عندنا في سورة مريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في الكتاب المقدس يقول نفس الطريقة في 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 يوحنا الإصحاح
20 العدد 17: لا تلمسيني ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وإلهي وإلهكم. فهذا الذي يقول إلهي وإلهكم هناك إن الله ربي وربكم فاعبدوه هو نفس المسيح الذي نحن نؤمن به. المسيح عليه السلام نحن الذي نؤمن به. فلا تضحي بحياتك يا أخي العزيز، أختي الفاضلة. الموضوع والله العظيم موضوع حساس ومتعلق بحياتك. إذا خسرت مهما خسار الذي تخسريها في الدنيا فقد تعوض، ولكن لو خسرت آخرتك فوالله العظيم هذا لا يعوض. والله سبحانه وتعالى ليس أحد عنده نصب مع الله سبحانه وتعالى. إذا شرح الله سبحانه وتعالى صدرك إلى الإسلام سوف ترين النور. ابحث الحق كما قال المسيح عليه السلام: ابحث الحق ستعرفون الحق والحق يحرركم. إذن الحق يحرر والحق واضح وباين لكل الناس إن شاء الله. أرى الوقت تقريبا باقي 25 دقيقة. إيه إذا أي سؤال اكتبوه هنا في التعليق إن شاء الله باللغة العربية ونجاوب عليه حول هذه المواضيع التي تناولناها. منتظر أسئلتكم، أو بإمكانكم تتصلوا برضو نقبل الاتصال إن شاء الله. بسم الله. إذا أي سؤال موجود، إذا عندكم أي سؤال أطرح السؤال. طيب أعطيكم هذا الإصحاح في متى الإصحاح 7 العدد 28. المسيح عليه السلام يقول: ومن نفسي لم آتي. المسيح عليه السلام يقول: ومن نفسي لم آتي. في متى الإصحاح 7 العدد 21 العدد 28 عفوا، متى 7 28: ومن نفسي لم آتي. إذا المسيح عليه السلام يقول: ومن نفسي لم آتي. طبعا لم يأتي من نفسه، من نفسي لم آتي، بل الذي أرسلني هو حق. ارجعوا إلى يوحنا 17 العدد 3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الحقيقي. وهنا يقول لك الذي أرسلني هو حق. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي أرسل المسيح عليه السلام. من نفسي لم آتي، من أين أتى؟ طيب هو مرسل من الله سبحانه وتعالى. بل الذي أرسلني هو حق. وفي يوحنا 5:24 أو 24:5: الحق الحق أقول لكم. حين يقول الحق الحق أقول لكم المسيح عليه السلام هكذا يحلف: الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي يؤمن بالذي أرسلني. أن من يسمع كلامي يؤمن بالذي أرسلني. إذن هو مرسل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يؤمن بالذي أرسلني. فهذا الذي نحن نؤمن به، هذا هو الذي نحن نؤمن به. فالمسيح عليه السلام لم يأتي من نفسه. إذن طيب إن شاء الله الباين أكثر الأخوة يسمعون اللغة التجرينية، فنستقل الوقت إن شاء الله حتى أعيد الفكرة باللغة التجرينية إن شاء الله حتى نوصل المعلومة للأخوة بصورة واضحة. أوكي. بارك الله فيكم إن شاء الله. أرى كل الأخوة الموجودين هم تجرينيا. حنحاول نعملها بالتجرينيا إن شاء الله باقي الوقت حتى نستقل الزمن اللي عندنا، الزمن الباقي حتى نستقله. طيب هنا أوكي. المسيح عليه السلام يقول في الكتاب المقدس كما ذكرناه الآن: لك يسوس دبلا أنا حقن هيوتن أنا حقن هيوتن من قدنيه بجك بأي ناب أبو دبتصيح يلن إلى أبنت. أنا حقن من قدين هيوتنيه مسلمنا آمن دينا يسوس حق دي مخانو of course زخنا أسلامي بيسوس حق مخانو دي آمن أسلامي أيكونن زخنا أسلامي بيسوس انت دي آمنك بسم الله وصائي أزيت لنا يسوس حقيو حقي يسوس من قديو هو من قديو of course قل من قد أبي دبتصيح من قد أخذ كيدن كان لخا حفتي حوي من قد أخذ كيدن كان لخا يقدر زمن قدي أبو تخبص حال كالو من قدي تباهي لسلو تخذوا لسل دلك تخيلوا لسل دلها من قدي تباهيلو الزمن قد إذا أبي كبص حكاي of course أبو تخبص حكاي أنا حق إن من قدين هو تنينو يوسف حقي هو من قدي هو من قد خاب بلد بس هو ديو أنت هو تايو هو كترك بيخاب يسوس تأمينك أنت حق تأمنه
بتسود برا دي حق تأمن ولا تبي تخرستان نبهات of course بتسود برا سنتا إلو أو وانجيل يوحنس وانجيل يوحنس 10 شو سلسته أملاك حق السخاب بين خمخان كانت تدل أكايو أملاك حق بينه أملاك حق السخاب بين خمخان كان نتدل أكايو يسوس نقفلتو إزي أنا يزار علم هيوت يعني إزي تزر يزار علم هيوت أوكي أنا هو الحق والطريق والحياة أنا حقي من قدن هيوتنيه كإلهم كم زي أي قرطوة قصاد زخان كريستيان تحتون كلها كبزا سايزا كبزا معرف زا كم زي فلتا بدحير أدلو أي تسمعني خا كتو خا قشي تسمعني خا كم ناي مراحب تخرسان تسمعني خا كم زخان نجر أي تسمعني خا سلمتاي علامات سلدلوا علامات سلدلوا جينا أنا تحقق كم دلوا إذا نقل الكحك والحوي أنا حق من قدين هوتي بيجي كباينا بأبو يعتبر إذا أنا بأبو تبل تقرأت يا سلمتاي علامات سلدلوا ناب أبو تبصح تلاقي سلدخانة تحسبناتهم ناب أبو تبل سلدخانة من قدسهم دليوا أوكي حجي ناب أبو أنت خينو لا جدا إذا أبو كفلت الله أنا حق من قدين هوتي بيجي كباي ناب أبو إذا أنا بأبو تبل تتكرت يا بالله نحوات كتكرت يا بالله قال أملاك تخينو كتكرت يا باللون كتسمع اللوا زخانة كريستيان كسبهم كلهم يوسف أملاكي أنا حق من قدين هوتي إلو وأنت خبر حوي ودا يبا يورسالم كتب لك لك يور أنت إلك نو يورسالم بل كتب لك كاي أمان إل كتب لك لك أنت إلك نو شو ما أمان إل يكتب لك كاي أنا حق من قدين يقرص لا أي تقرأ قال أملاك يقرصني تما تحب قدوس نحد أو يترجمي تما تحب قدوس نحد أو يترجمي كم مصحف تما يهود حنت يقدفون حرفهم كم دل يوم أما تيام تعرفهم ده لو حتى هذا ما الحسن يحرفوا أي تقرأه قال أملاك كم دل بصحيو أنا حق من قدين هوتي إليوسوس هو ودا يا سال أبالا تأمرسي كل تأم مفتاح الساعة التأم مفتاحنا بألا أنا حق من قدين هوتي بدي كباي ناب أبو الساعة تأمن لقيت مرسلاتا سلام انتهي تقرر أنت قررت كايو تقال أملاك كب أفتي يوتيو كبر تحفتي أنا حق من قدين هوتي إليوسوس كذا بقرطون كفلو لا ودا يا بلو قال أملاك هي تقرأ بجخ بلو قال أملاك أي قرطني أنا حق من قدين هوتي أنت إلى ما بدي حرق أقل اللادية ولا أي تدلي أنانيا خلاص وسيدنا كندر بيا نو قال أملاك يدروني بودايا أنت يسمع كابو يقشك تكرت أنك لا خطلو شمين تعجستي أبنت عني أنت إلكان نو شمين تعجستي ودا عليه شمين كبلا كايتبي هو تحقق بهلا لو إزاي تتحريف بهال سقابله معك تحرف له أي ودايا يوسف أنت إلو أنا حق من قدين هوتي بيجك باي ناب أبو دبتصح يلن استعد بلاسو أمبر أنا حق من قدين هوتي أنا أملاخي كم يكونن كم بقطويا أنا حق من قدين هوتي إلو يوسف أملاخي زخانة سباخي كم يخاط سمع كاب زخانة سباخي أنا حق من قدين هوتي إلو يوسف أملاخي يوسف لك نا تهبط مصحف أنا حق من قدين هوتي بجك باي ناب أبو إذا أبنا تودي هو إسكان زخانة قشي حتتيو أنتي تمهرين بزعوا إزقاب هير أبو ويلك حتتيو إزقاب هير أبوس كفلت ديني لهم زعبو أنتي تمهرين حنت نقر بزعوا إزقاب هير أبو بليو حنت يمهركني نزقاب هير أبو دخول نقر كله نيوسوس يبام سيوسوس سلسته وحبي حنت نقر تسمعنا نقر يلا مزعوا إزقاب هير أبو هو أما أنت هك مهرك بزعوا يوسوس بزعوا إزقاب هير أبو حنت نقر الله يوسوس جني مهرك كاي بزعوا إزقاب هير أبو يوسوس بعدي مهرن بزعوا إزقاب هير أبو هو صلاة تقبلون كلهم أبو نفس سماي دل خان دبلكم تصلي كبر حوي أبو نفس سماي دل خان إلك دي خان تصلي ولا يوسوس أبو نفس سماي دل خان تايلك يوسوس دبلا تبرع لخان يوسوس تايلك جن يوسوس نجزا رسو أبو إزقاب هير أبو يصلونير ويوسوس أي محارن دي خاتم إزقاب هير أبو محارن تبل إزقاب هير أبو محارن نبل لأنه يوسوس كمان أتزقاب هيري زيات وزي أسكت حلفان دابل صلاة يقبرنير أي تجرم إزقاب هير أي بلن إزقاب هيري أي بلن كتبلا تخيني قالنا وقال حنس عيسر عسر شعته أملاخين أملاخكم إلكم عنده حنت ساعة أملاخين أملاخكم تيلو ودقيو لا يقدر يكون أنا شحن مئتين جزء شمي إدريسي كلكم حنت ساعة إدريسي أنت إلى شمي ودقيو يسوس كأملاخين أملاخكم إلو أو قال حنس عيسر عسر شعته أملاخين أملاخكم إلو قال بقالة أبي تبصحوا نقتل لك كم زي حجي سوائل كمان حجي سامئيل نبي سامئيل مستلا أزقاب هير عبيت إسرائيل مستلا أخو كيدو مكيتكا كابتاقودات كوصونا بي حادنا بي كوصونا بي سوا عيوم يلو
السم كنتا يقربتهم إسرائيلاويين كلهم ريجكت إلهم نعقموا أي تقبلون إذا أبقى سامعين نعرف شو شوعته لكم وشوعته شومتين فقال سمائيل الرب أملاخ كم زي إنه سمائيل السم نعاخا أنت ريجكت إلهم نعاخا أنت دي تقبلوا نعاي أي تقبلون مالتي إلهم ما سمائيل أملاخ يخيلوا لا السم قديو أب أملاخ ده بصح كم زينا نبلو أو وانجيل ماتيوس معرف عسران حدا فوق شوعته شوعته عسران حدا انتهي لنا ليس كل من يقول لي هو وانجيل ماتيوس معرف شوعته فوق عسران حدا كل إزجابهر أملاخي دبلني كنا من قست أبد ورس قدور أنت لخات معرفات كم تعنا وانجيل ماتيوس معرف شوعته فوق عسران حدا كاب عسران حدا يميل كاس قاب عسران سلستين هو قويتا دبلني كنا من قست أبد ورس بل التم فقدنا يا أبوي أب سماي دولة دقبريتي من قست أبود ورسي لك له فقد أبو انتايو حدا أملاخ كتأمن فقد أبو بحدا أملاخ كتأمن السو لكل سب فطري لكل سب كابس علماتنا برهان دوصو حدا أملاخ السيو فطاري تمسحف قدس دبلو دقنتا وسيدنا ناتنا خا ببين تغيرنايو إذا خا كساي قبل زي لنفسها أبطفأت دوس دكامر كابز حالك حانتك سايلو حانتك سايبلون أب قدامي تيموثاوس انتايلو تفريلي أمانغو كسايد اللي درغليكم أب قدامي تيموثاوس نعرف كل تفوض حمشتي يوسوس انتايلو لأنه يوجد لنا إله واحد معنا سقابهر حد يدله أملاخ سقابهر معنا حد أيوة أب قدامي تيموثاوس معرف كل تفوض حمشتي حد أملاخ قال لنا وحد منغوخ قال لنا أمانغو سبن أملاخن كينو بركب السخا يوسوس يبلكانو ودو يو أملاك حدا يدلنا يوسوس يدلكانو أملاك حدا يدلنا أملاخن أتمنغونيا دلو منغ سبن أملاك دلو رسول لأخ مالتيو منغ أملاخن سبن دلو خا اتحاد السب اتسب يوسوس يبلكانو بقال رأيو أما تحب قدس كم يبلانو صورة سكرين دالينا يونيرنا أيبلنا بلا قدمه خمس ملتفنا يونيرنا متقرمكم ليركم تيوم بزفلاي أقشى شطر عند سمعكم كلل تقول سبحان الله أنت تريوا بتاع متقرمكم ليركم لأنه يلاني بس لكم جنسيو بس القدامى تمتيوس يعرف كلته فضحمشتين حدا أملاخ لنا أملاخنا حدا يو لأنه يوجد لنا إله واحد ووسيط واحد بين الله وإنسان بين الله والناس وهو الإنسان المسيح تأملخ المسيح يبلن بس خات السبيوسوس حدا أملاخ لنا وحد تسب كات منغو أملاخن سبين دلو يسوس يبهر بكانو قال لكن لنا إله واحد وهو الآب نجرخا قدما كورنثوس نعرف شوعات فقدش دشتي حدا أملاخ يدلنا سخا أبويو ودويو حدا أملاخ يدلنا نسخا أبويو إلا كانوا قال سو كابز حليف كأبي هاكتب صحو تحكي تاني توحد لك سبحان الله مصحف له تحكي قلت له تراي كتري ايخا سبحان الله ف بتعمي قرمنيو سب حق اندرا ايس سلمتاي طفات يمرز جن زخان نعو دس دبلايو زابتيو كم دلها تمرز مع خاد ملكتيو جن دحركه بحديش تمنيسكا نأملاك كتجزا is not time جزا يلن نشعو كندي تعرفنا طيب اسكي زخان حتات لكم بزي ويكا ريتون تلكم ويكا زخان سب كدول يخيلي بماسنجر جرو ان شاء الله 10 مينيت سلا دولار عدل كنهب كدولوا تخليكم تي هنا اب سكرين مسؤولكم تلفون ان شاء الله المشرف يظهر لهم التلفون على الشاشة حتى يتصلوا ايه اول نتصبر لنا ناخذ دول ان شاء الله بماسنجر جركم من كدولوا تخليكم مالتيو ماسنجر فوتي دولو ويكا حد تصحفوا ماسنجر نقبلكم وبزي درأنا زخان بزي سما دبلنا زخان سبك سين تلوا رئيتون تلوا ويتالين جند قبرنا نتالو أو حدا كن بها أو صحفوا حدا صحفوا
يلا تصبر لنا زخنا فسين تلكم تصبر لنا بارك الله فيكم رئيتون تلكم حتون تلكم زخنا حتو بمسنجر كدولة تخليكم أسلامكم كريستيان كلكم يه challenge دي قبرنا تلو وي رئيتون تلكم وي مملأتات قبروان تلو تخفيت لكم على تي جزء أول 10 minutes لدلنا مالتي طيب ويكاد صحف ممكن صحفكم كي أبديسك أنا بتعمي قرمني حدا أنت لو ده حفر أنا حدا أملاخ إلى أنت أمين له يحفر نجار كلوانية يبلون مالتي قنيعة أنت خينة أمين له أنت خينة حسابك جلس علني يه هو أزيو إذا خمزيو كتب لك لأنه freedom of speech كله وكاله ملو نات النت ناي زربا كله وكاله تتأمل له ده خاص قنوع أنت خينو وقنوع إذا أمن له ده خاص لما أنت الدنيا إلى ده حفر إليه الك حسابك كتب لك فقرا مثلا ترى يقولون له بس نحن نقول يه سخان رئيسا لكم حسابكم كنت صبينا خيلنا نعم طيب ما في أي رأي طيب نواصل نوضح بعض المعلومات أيضا إيه أوكي فالمسيح يسوس لك نبي مخاليت مصحف قدوس لك كم تقولصه نبي الأخ أملاخ حنت قال قدامي أنا أملاخ يعني عيت جزء من تبلي يلا نوزي أخذ دي يلا خا سب نزر علم هو أبسقى يبخون لأنه المصحف كله جنسي كذا نسيلك أنا أملاخ يعني عيت جزء من تبهل أي تركبني جن أنا خا أملاخ يكون كنك يبل قال له بعده يبل قال له سلمتاي إزجاب هير تبلوني هير يا هير إزجاب هير يا جن تاي لما له قرص أبي لما له زو خلاص سلمتاي سبحان الله يحوال سلمتاي قرانيس كان تاي هير مالت إلك حتى لك بإنجليش كان تاخذ بلا خزي أهير أنت أخذ كوني أنا أبنك بإنجليش تاخذ كوني إذا أهير ممهري يكتب لنا خا أوكي ممهري ممهري يكون كن أنت إلو كخي أنا أملاك يكون كن ممهري أما أملاك يكون كن ممهري كتقبله أوكي ممهر تبين تهينك ممهري إلك تقبله سلا أسوون كوي بلا كانوا سلا من تاي هير تبلوني أوكي سبحان الله حوار نت أملاخنا يوسف كقبلوا سبحان الله زي هير مالت أملاخ يكونن يعني سلمتها هير تبلوني بدلوا ممهر مالت يلوها أما ممهر يكونن يوسف أملاخ يكتب بلس ممهر يكونن تبلعنا سبحان الله تدحسر بوتاس أملاخ ينكتب سي ممهر يكونن تبلعنا أملاخ سي ممهر كخون على لو زخان نجر خون على لو بتدبدين أكامل نتي أسكت عرو بزمن يقولك كم تأنا سلاسة خينا بقى نزلت أسيرك زي أتوتك كمان فسقدوس أنت أسيرك تي نايزقاب هرا بو حد التراتر يلنا بنديو أنا يوسوس ساتملقك أنا يوسوس تحيز كخا بزي سار من فسقدوس بقى كما خينا تكاتيهم فسيو كم تري ودا لكم الله المستعان يه تقريبا يه المسيح عليه السلام لك يسوس دبلا وانجيل لوقاس شوعات 10 شديشته وشديشته 10 شوعاتين فأخذ الجموع يسوس بزح تأمر مسجبرة بيت إسرائيل كلهم تقريمهم سبحان الله رأى الجموع الغفير الناس يقول انتايلهم توهز كل تأمر قبر مصر أيوة انتايلهم واي عبيب رتوع نبي تسئل نايلهم هو أبلقاس لكم أبلقاس 10 شديشته شوعاتين وشوعات 10 شديشته لك عبي برتوع نبي تسئلنا إلهم أملاخ تسئلنا إلهم أي بلون السخام مخابتي أم تهزب تحيش تيام حزب مسيوس دينابرو تأمرك قبر ما إن تبتدأ بفقاد أملاخ تقبر كل تأمر مصر أي بكل تعينه تيام حزبي وواي برتوع نبي تسئلنا إلهم السخالو مع التبت سخا أملاخ تبله تعمي قرمنيو أول تأسبيتي كابتن حزبنا السامراويان دينابرت
تأمرنا مسرع آيات ما زي حمش سبوت نيرما تمريا نيرا تفاتيحا نيرا قال كل مسنجرة التناي مصائي نجرنا حلاف نجر مسنجرة أرى إنك نبي إلاتو وعي الرأي إن لسخا نبي مخانك إلاتو زخا وانجيل يوحنس 4:10 الله أرى يا سيدي إنك نبي بس تأمرت قبر دل خبز ترينا دل خاص خان نبي مخانك الرأي إن إلاتو ما أملاق ذي إلاتو حوا ما سخم ككبزة سبيت زيات برضو أنا بتعمي جرمانيا رأيه وانجيل يوحنس 4:10 قد صار بالفترة مصحف لي السخم كبزة سبيت زيات برضو مسعود نبرت هم دنجل مريم كي تطبيهم كلنا أملاق دي تطبي نيرة تفلت نيرة شقاق كتوسدون كلنا أملاق دي تحط نيرة تفلت نيرة ولا نسخم كاب دنجل مريم تحشو انتهينا سمعتم هزبي نقاح والله قليل نجر أيكونن زنر إذا لنا كان دما أب جبر حواريات بطرس أب جبر حواريات معرف كلته فقد عسران كلتين والعسران كلته نبيت إسرائيل كلهم هزب أكيبو انتهي لهم أنتم بيت إسرائيل سمعوا الزقال الزيوسوس نزرت جبرو دلو تأمر قد عينكم بفقد أملاخ يجبرو دلو نسخة سبأي كما خم يلوم رأيه جنزيل كان أي جبر حواريات رأيه سبأي كما خم يلوم سبأي كما خم يندبرهم كل تأمر جبرو دلو خاب بفقد أملاخ يجبرو لندبرهم استخالوا مع التمت خاب بطرس حساويو لأنه يوسف أملاخ يتبل لا يوسف بطرس حسوين قشي حسي كذا له خبر حوي بلا كات دلو باستريو برا ندبلت بلا كات دلو يحسوا كات دلو هو أب جبر حواريات بوست جبروا سمسم حفتي جبر حواريات معرف كل تفقدي إسرائيل كلتين ويعسران كلتين بيت إسرائيل كلهم أكيد بطرس كزارم كلهم تايلوم أنتم بيت إسرائيل سمعوا الزقال يوسف ودنازرت سب فطور كما خميو بس كل تأمر تجبر دلخا فقد أملاخ تمر يحيد جبر دلخا بقد ما كنت عينكم كم تسخن تريوا دلخم جن سب كما خميو الوم لذا أبي خاطب صحوا كبر حوي بطرس دي حسيو ولا قشيو حسيو من يحسيو أفكس حدا حسيله وي بطرس حسيله يسوس أملاخيو وي كأت قشي يسوس أملاخي دولا كادو اللي حسيله لأنه بطرس أي حسنيو نبطرس كأسخام مريد أسر قايو أب سمايون كإسري إلوه من يدي حس دلو لا يقدر حنت حسوتيا أما يسوس يتعارقنا ويسوس تعارقنا فكوس انتهي لو وانجيل يوحنس 10:3 أملاخ حق السخاب بين خيخا نتدل أكايو يسوس نخفلتو إزي أنا يزار أنا ميوتي أيلو إزي أنا يتحاسب الله خبر حوي هو كان بأياد الله فتحت يا زيا هو كان يتخان تتعارق كان تاي مسلك خبر حوي أو وانجيل يوحنس 10:10 أملاخين أملاخكم إلو كالو فريزق حوي يسوس أملاخين أملاخكم إلو كالو بزعبا أملاخ أبو يس نجستي يسوس تايلكم أنا بزعبا زقان هرابكم هيرو كالو وانجيل يوحنس 10:10 أملاخين أملاخكم يبلكم ألو بتعني يقرميو anyway إن شاء الله تتمسعوا له تبرنامج معارضنا إن شاء الله بسكرين تمسعوا تي معرفات أدالينا يعني راح يجون جن بتذكرت أمتي نايكستاي مستي سكرين سنة دايما تي كنتوي خالنا جن أب يوتيوب نتورينا يا زي إن شاء الله تي معرفات كنتوينا بزيك تيرو شعتري وبارك الله فيكم استفل عليه إن شاء الله مفتاح حزنها نقربنا بمطاعي فأزيو أعز المشاهدين بارك الله فيكم لحضوركم فاعذرونا إن شاء الله كما وعدناكم لم نأتي بنفس الصورة التي كانت كنتم تنتظرونها لأن صار ظرف فإن شاء الله البث القادم الحلقة الثالثة سوف تكون ممتعة وكما تتوقعونها سوف تجدون النصوص أمامكم إن شاء الله موجودة ونستدل بأدلة وبراهين وإن شاء الله الحلقة القادمة سوف تكون معجزات المسيح عليه السلام في الكتاب المقدس ثم نعلق عليها هل هو عملها من نفسه أم من الله سبحانه وتعالى أو نعرض المعجزات ثم نأتي بالأدلة هل هو عملها من نفسه أم هو مدفوعة له من قبل الله سبحانه وتعالى فسوف نراها وتشاهدوننا إن شاء الله البث القادم سوف يكون ممتع بإذن الله كما تتوقعونه وتنتظرونهم وبارك الله فيكم وجزيتم خيرا وأحسن الله إليكم وإلى اللقاء نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله في الجمعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن.